العيد فرحه، والفرحه يعني الاطفال. قولي لي كده، فرحانه والنهارده وجايه الاتوبيس النهري وبتتفسحي كده؟ انا مبسوطه جدا دلوقتي. وانا اول يوم رحت مع ماما جنينه السادات، فتاني يوم قلت لبابا بقى انا عايزه اتفسح وفسحني عشان بقالي كتير ما اتفسحتش. بابا قال لي طيب انا خرجك احلى خروجه وجابني هنا. الاتوبيس النهري ده جميل جدا، انا بحبه جدا. قاعده وراك النيل اهو. اه، انا بحب النيل قوي وبيفكرني بذكريات وانا صغيره. كانت اللي وانت صغيره دي؟ وانا صغيره برضو كنت باجي انا وماما وبابا وخالتي، بنيجي هنا وانا كنت برضو بفضل العب بالميه كده. كانت ذكريات جميله يعني. كلنا الكحك والبيتي فور والفسيخ ورنجه، ولا عملنا ايه؟ اه كلناهم اول يوم الفسيخ ورنجة. كلنا الكحك والبيتي فور. اه، كحك وبسيفور. بابا جاب لي كحك وبسيفور جامدين اوي، مش عارفه جايبهم منين بصراحه. قولي لي، خدتي عيديه كام؟ انا خدت هديه كام؟ 500. تصرفهم كلهم؟ لسه دي من بابا بس. حافظه اغنيه بتاعت اهلا اهلا بالعيد؟ اه، اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، هي 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 هي. شايفينها مبسوطه، وحضرتك مهتم ان انت تفسحها في العيد. اه طبعا، ده اهم حاجه الاطفال تتفسح في العيد يعني. واحنا فين تاني مخطط لها تروح فين تاني في العيد؟ يعني احنا النهارده كنا المفروض هنروح القناطر، وبكره بقى عندنا زياره عائليه باذن الله. ونستغل الثلاث ايام العيد كلها فسح وخروجات. يعني عشان بس بنبقى طالعين المدارس وكده وفرصه اجازه، وبنقدر ان احنا نرفع عن العيد. امنيات حضرتك ايه في العيد؟ والله ان ربنا يستر على مصر وعلى رئيس مصر وعلى كل امه محمد. كل سنه وانت طيب. وانتوا طيبين. احنا شايفين حضرتك حريص ان انت تتفسح في العيد داخل اتوبيس النيل. اه طبعا خروجه مميزه جدا، وانا حبيت بصراحه اخرجهم وابسطهم يعني. فهي من زمان خروجتنا المفضله الاتوبيس النهري يعني. رحنا فين تاني غير اتوبيس النيل؟ والله احنا لسه كنا جايين من عند يعني من عند عيلتي وكده وحبيت اغير لهم جو. لسه بكره في خروجات تاني ان شاء الله. بإذن الله ان شاء الله. قولي لي بقى، الفسحه في النيل وفي العيد رايك ايه في النيل اساسا واتوبيس النيل؟ لا طبعا فسحة أساسية طبعا. النيل جميل جدا، ويكفي بس التمشية بس فيه بترد الروح، هوا جميل. لا طبعا فسحة جميلة جدا لابد منها في كل عيد. امنياتكم ايه في العيد؟ ربنا الناس تبقى بخير يحفظنا دايماً. ومصر دايما تبقى بخير. الأحوال دايما كلها في أفضل حال، وربنا دايما يحمينا، وعيد سعيد علينا كلنا جميعا يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين. وانت حضرتك طيبه، طيبة. حضرتك طيبه. احنا شايفين حضرتك بتستعد علشان الرحله تنطلق. كلمني كده على ذكريات حضرتك في العيد والاتوبيس النهري وارتباطك بيه. والله هو الاتوبيس النهري دي حاجه ذكرى من زمان عندنا، والجمهور بيحب الاتوبيس النهري من زمان يعني. فعشان كده بنبقى مستعدين وعاملين حسابنا التنزهات، قناطر، فسحه كده، واهو زي ما الناس مبسوطه زي ما انت شايفه كده والحمد حضرتك من العاملين في العيد بقى زينا كده، بتشتغل في العيد. لله. لازم نيجي في العيد عشان نفرح الناس، لان هو ده شغلنا. اهم حاجه في العيد ده بتبقى المناسبه حلوه وكده. حد اللي عنده ظروف بيأجلها في العيد ده بالذات. عندي فرح بأجله عشان خاطر اجي برضو الشغل بتاعي. حضرتك كم رحله في اليوم؟ حسب الناس يعني، حسب الناس ما بتنزل كده في رجل نازله شغال على طول يعني، حسب الناس اللي بتيجي. قول لي كده، الناس بتقول لك ايه وانت ماشي في النيل وبيشموا الهواء الجميل والنيل؟ ومبسوطين طبعا وفرحانين. الاتوبيس النهري حلو وكل المراكب كويسه يعني، والحمد لله. الرحله بتاخد وقت قد ايه؟ حسب ما احنا عايزين. في زبون بيجي عايز نص ساعه، في زبون بيجي عايز ساعه. لازم نظبط معاه الدنيا ويبقى طالع مبسوط ورايق 24 قرار، والحمد لله. امنيات حضرتك ايه في العيد؟ نفس مصر تبقى كويسة، والبلد كلها تبقى حلوة، والدول العربية كلها بإذن الله يعني تبقى كويسة، والناس تبقى مبسوطة. وانت طيبة يا عم.